قبل ما تعدي الفيديو صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام. الاكله بتاعتنا النهارده بقى تصدقين لو قلتلك ان انا ما دفعتش فيها ولا جنيه؟ اكله حلوه قوي وما دفعتش فيها ولا جنيه. ايه اللي يخليني ما ادفعش فيها؟ فكري وتعلمي تعمليها. شوفي هتعمليها ازاي. بس لو عجبتك الاكله بتاعتنا النهارده تصلي على النبي في الكومنتات وتعملي لايك للفيديو. الباميه دي بقى انا ما دفعتش فيها ولا جنيه. انا زرعتها بايديا ورعيتها لما كبرت وبقيت جمعتها بايديا وخزنتها في تلاجتي وبقيت اطبخ منها زي ما انا عايزه، من غير ما اشتري كيلو ب30 جنيه ولا اي حاجه خالص. ممكن تزرعيها على السطوح، تزرعيها في البلكونه في اي جردل عندك، او في اي قفص من اللي هو البلاستيك اللي بيجي من عند البياعات ده، ولا اي مكان، وتبقى حاجتك موجوده في بيتك. ومش لازم عندك لحمه، ما عندكيش لحمه تعملي باميه، ممكن تعمليها بشوربه، ممكن تعمليها مع فراخ، ممكن تعمليها في اي حاجه، كده كده هتتاكل. وبعدين الشوربه الحلوه دي انا برضو ما دفعتش فيها ولا جنيه، انا عاملاها من عندي، لا اشتريت ولا دورت ولا تكلفت روحي. الحمام ده بقى انا مربيه عندي في البيت، ولا اني اشتريت الجوز ب150 جنيه ولا احضرت ولا حاجه، مع العيش والبصل الاخضر. ما شاء الله اكله جميله وحلوه، ولا كلفت نفسي ولا جبت اي حاجه من بره. جيبي جوز حمام وربيهم عندك، هيطلعهم وهيكترهم وهيبقى اكتر حاجه ببيت، لان الحمام دلوقتي غالي وما ينفعش تشتريه عشان غلو الاسعار اللي احنا فيه. اديني ربيت الحمام عندي وعملت شوربه من الحمام، يعني ما كلفتش اي حاجه من بره. فانتي ربي في بيتك وازرعي في سطوحك واملي بيتك خير. واعملي لايك للفيديو عشان الفيديو الحلو ده يستاهل لايك. اوعي تنسيني بالصلاه على النبي في الكومنتات، وقولي انت من بلد ايه عشان اعرف متابعيني من بلد ايه.